وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، بارك الله فيكم. أما أخذ الأغراض من المناطق المحررة أيا كانت هذه الأغراض فهو محرم تحريما قطعيا منصوصا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قتل أحد أصحابه في المعركة قال صحابة رسول الله هنيئا له جنة، قال بل إن الشملة التي غل، لاحظ هنا شملة، تشتعل عليه نارا في قبره، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يجوز أخذ ذلك إطلاقا، ولا يجوز التعذر بما ذكرتها مما يتعذر به الناس أن لهم أغراض قد سرقت أو نحو ذلك، إلا في حالة واحدة: من وجد ماله بعينه، من وجد شيئا من أمواله بعينه قد سرق فهذا أمر مستثنى. ما عدا ذلك فهو يعود لإدارة غرفة العمليات، وهم بعد ذلك من يعني له شيء أراد أن يتظلم به أو غير ذلك يرفع إليهم، إن جادوا به من أنفسهم فله ذلك. أما أن يأخذه من نفسه فذلك محرم، بل هو من الكبائر.